فيلمنا النهارده بيتكلم عن شخص محترف بيبقى لسه خارج من السجن وبيبقى هدفه في البداية الانتقام، لكن بمرور الوقت بيبدأ شغفه في الانتقام يقل لحد ما بيقرر انه يسامح الشخص اللي دمر حياته. بيبدأ فيلمنا بجاك جيرين واللي بيبقى لسه خارج من السجن بعد 7 سنين، وبنعرف انه كان راجل عصابات واشهر مؤامر في المدينة كلها. وبمجرد ما بيخرج بيقرر انه يروح هو واخوه بيلي للكازينو بتاع تايسون علشان ينتقم منه، وده لانه السبب في سجنه السنين الطويله دي. وبمجرد ما بيدخل جيك هو ورجالته للكازينو بيشوفوهم رجاله تايسون وبيقولوا للزعيم بتاعهم، فبيأمر الزعيم دراعه اليمين اللي اسمه بول انه يجيب جيك واللي معاه لقاعه الVIP. وفعلا بيروح واحد من رجاله تايسون لجيك وبيطلب منه ان يجي معاه للقاعه، وبتبقى القاعه دي في الدور ال20، وبيبقى المفروض ان جيك يركب الاسانسير عشان يطلع للدور ده، لكنه بيخاف وقتها، وده لان تايسون مش سالك وممكن يخلص عليه هو اللي معاه جوه الاسانسير. وعلشان كده بيطلب من رجاله تايسون انهم يطلعوا على السلم، لكنهم بيرفضوا لان مفيش شخص في الدنيا هيقدر يطلع للدور ال20 على رجله، وعلشان كده بيضطر جيك انه يركب الاسانسير. بس بنلاحظ انه واقف في الاسانسير متوتر جدا وخايف وعمال يبص شمال ويمين، بس دي كلها بتبقى افكار ومجرد وهم في دماغه مش اكتر. وبيوصل هو واخوه بيلي في امان ومحدش بيقدر يقرب منهم، وبعد كده بيقعد جيك على الترابيزه العملاقه بتاعت تايسون وبيعرض عليه تايسون انه يرجع يشتغل معاه زي زمان، بس جيك بيضحك وقتها وبيقول له انا جاي العب مش جاي اشتغل. وبعدها بيطلب من واحد كان قاعد على الترابيزه انه يلعبه، فبيوافق الشخص ده وبيلعب مع جيك وبيقدر جيك انه يكسبه بكل سهوله. وبعدها بيطلب من تايسون انه يلعبه وبيبقى الرهان على كل الفلوس اللي على الترابيزه، وفعلا بيوافق وبيلعبوا هما الاتنين مع بعض، وللمره التانيه بيقدر جيك يكسبه هو كمان. اما تايسون بيبقى قاعد مصدوم ومتغاظ من خسارته. بعد كده بيروح جيك علشان ياخد فلوسه اللي كسبها، وبيحاول بول يقنع جيك انه يلعب مره تانيه، بس بيقول له انا كده اخدت حقي خلاص. وبعدها بياخد الفلوس وبيمشي هو واخوه، لكن قبل ما يخرج من الكازينو بيظهر شخص اسمه زاك وبيقول له انت في مشكله واحنا اللي هنقدر نساعدك، وبيديله كارت مكتوب فيه اركب الاسانسير. بس جيك مش بيهتم وبيقرر انه ينزل على السلم، لكن وهو نازل على السلم بيدوخ وبيقع على الارض وبيغمى عليه. وفي نفس الوقت بيرجع بول لتايسون وبيقول له ان جيك بقى شخص خطير والمفروض انهم يبعدوا عنه خالص، بس بيتعصب وقتها وبيقول له ان جيك مش هينسى اني سجنته وكمان كنت السبب في موت مرات اخوه، علشان كده بيأمره انه ياخد معاه سلوتر ويخلص على جيك في اسرع وقت. وبنرجع تاني لجيك واللي بيكون في المستشفى، وبتقول الدكتورة انها مش عارفة سبب اغمائه لكنها عملت له شوية فحوصات والنتيجة هتظهر كمان ساعة. وبعد كده بيرجع جيك هو ورجالته للبيت، وهناك بيلاقي ورقة مرمية على الارض مكتوب فيها التقط هذا الكارت. وبمجرد ما بيوطي جيك علشان يجيب الكارت بيبدأ ضرب النار وبيموت كل الرجالة اللي معاه، فبيطلع يجري على العربية وبيأمر السواق انه يتحرك بسرعة، بس السواق بياخد رصاصة في دماغه هو كمان وبيموت. وفجأة بيظهر زاك وبياخد جاك وبيهرب بيه من المكان بأقصى سرعة. ولما تايسون بيعرف ان خطته في اغتيال جاك فشلت بيتعصب جدا وبيأمر بول بزيادة الحراسة على الكازينو لان جيك اكيد هينتقم. وبعد كده زاك بياخد جيك لصالة البلياردو بتاعت ايفيد، وبنعرف انه يبقى زعيم عصابة او شغال في اي حاجة مشبوهة زي الابتزاز والقمار والربا. وبيقول ايفيد لجاك ان معاه التقرير الطبي بتاعه وبيعرفه انه هيموت خلال 3 ايام بسبب اصابته بمرض نادر. وبعد كده بيعرض ايفيد على جاك انه يحميه من تايسون في مقابل انهم ياخدوا الفلوس بتاعته كلها، وكمان هينفذ اي حاجه يطلبها من غير اي مناقشه. وفي نهايه الحوار بيقول ايفيد ان معاه 3 ساعات بس عشان يفكر في العرض، وبعد كده يرد عليهم بالموافقه والرفض. بس جيك مش بيبقى واثق فيهم، علشان كده بيروح للدكتورة اللي في المستشفى وبياخد منها التقارير، وبيروح للدكتور بتاعه وبيعرفه وقتها ان ايامه في الدنيا معدودة، وده لانه مصاب بمرض نادر في الدم. في اللحظة دي بيتعصب جيك وبيحط المسدس في دماغ الدكتور وبيقول له دفعوا لك كام علشان تقول الكلمتين دول، بس الدكتور مش بيبقى عارف اي حاجة وبيحلف له انه مش بيكذب عليه. ولما بيتأكد جيك من كلام الدكتور بيروح على البنك ويسحب كل فلوسه، وبعدها بيروح لإيفيد وزاك وبيديهم كل الفلوس اللي معاه وبيقول لهم انه موافق على العرض. وبعد كده بياخدوا معاهم ويروحوا يقابلوا عميل من العملاء بتوعهم. وبعد ما بيخلصوا معاه ايفيد بيسأل جيك عن علاقته بتايسون، فبيقول لهم ان تايسون كان شغال مع 3 عملاء كبار، وال3 دول كانوا مهمتهم انهم يخسروا اي شخص يفكر يكسب في الكازينو وياخدوا منه كل فلوسه. وطبعا الفلوس دي كلها كانت بتروح لحساب تايسون، وال3 كانوا بياخدوا نسبة. اما بقى جيك فكان شغال مع ال3 عملاء دول،
وفي يوم كان جيك بيلعب مع راجل أعمال كبير وكسب الراجل ده كالعادة، وهنا بيتعصب الراجل وبيشتمه، فبيتعصب جاك وقتها وبيسحب مسدسه من جيبه وبتحصل معركة كبيرة بينهم. وفي وسط المعركة دي الفلوس بتختفي، وبعد أسبوعين بيتقبض على جيك بسبب قتله لراجل الأعمال، وطبعا بيبقى تايسون خايف لا اسمه يجي في التحقيقات، وعلشان كده أمر ال3 عملاء بتوعه يخطفوا بنت أخوه، ولما بتحاول مرات أخوه إنها تدافع عن بنتها بيقتلوها. أما جيك بيتحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة، لكنه بيخرج بعد نص المدة لحسن السير والسلوك. وفي نفس الوقت بيبقى تايسون وبول في قصر جولد، وده بقى بيبقى أكبر تاجر مخدرات في المدينة كلها. وبعدها بتظهر المستشارة بتاعت جولد واسمها ليلي ووكر، وبتقول لتايسون إن السيد جولد مش بيحب حد يتأخر عليه في البضاعة، وإن الغلطة عنده بموتة. وبنرجع تاني لجيك واللي بيبقى قاعد بيلعب شطرنج مع ايفيد، وبيسأله عن الفترة اللي قعدها في السجن، فبيقول له ما كانش بيخرج من زنزانته خالص طول ال7 سنين، وكان السجن على طول هادي ومحدش بيتكلم فيه غير شخصين 2 بس، والشخصين دول كانوا خبراء في الشطرنج، وكان جيك بيكتب الملاحظات بتاعتهم في اللعبة لحد ما قدر انه يبقى شاطر وماهر زيهم. وكمان في اوقات فراغه كان بيقرا في الادب والفلك والرياضة، وقدر جيك انه يستخدم العلوم دي كلها في تنمية مهاراته في المكر والخداع. وفي يوم بيقرروا ال2 المساجين دول انهم يهربوا من السجن، وعرضوا على جيك انه يهرب معاهم، وفعلا بيوافق على عرضهم. وبس تاني يوم بيهربوا المساجين دول ويسيبوا جيك، وبعد سنين بيخرج وبيروح علشان يجيب فلوسه اللي كان مخبيها، لكنه بيكتشف ان ال2 المساجين سرقوا فلوسه، وده لانهم بيبقوا عارفين عنه كل حاجة، وبيبقى سايبين له رسالة مكتوب فيها تصبح ذكي فقط عندما تلعب مع شخص ذكي. ومن ساعتها بدأ جيك يستخدم الاستراتيجية بتاعت ال2 المساجين دول في لعب القمار لحد ما قدر يعمل ثروة ضخمة. وبعد كده بيبدأ جيك ينفذ كل المهمات اللي بتطلب منه، بيبقى دخل في حالة اكتئاب، وده لأن ال3 أيام قربوا يخلصوا. وبيقول جيك عن نفسه إنه اتحول من مؤامر محترف لعبد مستني يموت في أي لحظة. وفي يوم بيروح هو وزاك وإيفيد يسرقوا المخدرات بتاعت تايسون من المخزن بتاعه، وطبعا لما تايسون بيعرف بيتعصب جدا لأن البضاعة دي تخص السيد جولد، وعلشان كده بيأمر بول إنه يشتري نفس كمية المخدرات من أي شخص وبأي تمن. فبيقولوا الشخص الوحيد اللي هيقدر يسلمه الكمية الكبيرة دي هو السيد جون، وده بقى يبقى زعيم العصابات الصينية في المدينة. وبيروح بول يقابل جون علشان يشتري منه المخدرات، بس جون بيطلب منه سعر عالي جدا، وبيضطر بول إنه يوافق على السعر علشان ينقذ نفسه وينقذ الزعيم بتاعه. وبعد كده بيروح جاك مع زاك للفندق اللي فيه رجالة تايسون وهيسلموا فيه المخدرات، وبيلبسوا لبس عمال صيانة، وبيرشوا الأوضة اللي كان فيها العصابتين بغاز منوم. وبعد دقايق بيبقوا أفراد العصابتين رايحين في سبق نومة، وبعدها بيدخلوا وياخدوا الفلوس والمخدرات وبيمشوا بكل هدوء. ولما بيعرف السيد جون عن اللي حصل بيتعصب جدا وبيقتل عدد ضخم من الرجالة بتاعته، وكمان بيتهم تايسون إنه هو اللي ورا الحوار ده. أما تايسون لما عرف اللي حصل حس إنه في مصيبة كبيرة وممكن يتقتل في أي وقت. أما جيك بيرجع هو وأصحابه بيقعدوا يلعبوا شطرنج بكل برود. بعد كده بيتصل بيلي بأخو جيك وبيحذروا من زاك وإيفيد، وبيعرفوا إنهم شغالين مع تاجر مخدرات، وبيطلب منه انه يهرب ويبعد عنهم. وفي نفس الوقت بيبقى زاك وايفيد بيحاولوا انهم يقتلوا شخصين علشان ما دفعوش الديون اللي عليهم، وبيقتل زاك واحد ويطلب ايفيد من جيك انه يقتل التاني، بس بيرفض وبيخرج المسدس بتاعه وبيحركه ناحيه ايفيد وبيحاول انه يقتله، بس المسدس بيبقى فاضي. وفي اللحظه دي بيهجم ايفيد على جيك وبيضربه على دماغه، ولما بيفوق جيك بيلاقي نفسه في بيته وبيتصل بايفيد وبيقول له روح اكشف على نفسك لان النهارده اليوم الرابع وانت لسه عايش. وبعد كده بيجي بيلي هو وبنته علشان يزور جيك ويطمن عليه، وبيديله مسدس وبيقول له خليك مستعد لان زاك وايفيد مش سهلين وممكن يغدروا بيك في اي وقت. وبعد كده بيروح جيك علشان يعمل فحص طبي جديد، وبيبلغوا الدكتور ان نتائج الفحص الاولى كانت غلط وانه بصحه كويسه وممكن يعيش لمده 100 سنه. وبعد كده بيخرج من عند الدكتور وبيجيله اتصال من ايفيد، فبيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيرد عليه ايفيد بكل برود وبيقول له قريب قوي هتعرف كل حاجه. وفي نفس الوقت بيعرف بول ان جيك هو اللي ورا المصايب اللي نازله على دماغ تايسون، وبسرعه بيروح يبلغ بكل اللي عرفه وبيأمر بول انه يخلص عليه في اسرع وقت. وبنرجع تاني لجيك واللي بيبقى وصل للمكان اللي قاعدين فيه ايفيد وزاك،
وفجأة بيظهروا رجالة تايسون وبيضربوا عليهم نار، بس بيقدر يهرب منهم ومش بيقدروا يمسكوه. وقت المطاردة دي بيقع واحد من رجالة تايسون وبيقتل نفسه بالغلط، ولما زمايله بيشوفوه بيفتكروا ان جيك هو اللي قتله. وفي نفس اليوم بالليل بيروح جيك صالة البلياردو وبيبقى مفكر ان زيك وايفيد هما اللي حاولوا يقتلوه، بس ايفيد بيقول له انت كدبت علينا بخصوص ال3 عملاء بتوع تايسون، لانهم عرفوا ان جيك عمل معاهم صفقة علشان يسيبوه يعيش، والصفقة دي انهم ياخدوا نسبة 3% من الفلوس اللي هيكسبها من القمار. وفعلا بدأ جيك يكسب ويدفع لهم كل شهر النسبة بتاعتهم، وقدر يخدعهم وخلاهم يستلفوا مبالغ كبيرة من تايسون، وبعد كده أخد منهم الفلوس دي واختفى لمدة سنين. وطبعا ال3 عملاء دول ما قدروش يدفعوا الفلوس اللي عليهم، عشان كده بدأ تايسون يعذبهم، وبعدها أمر بول يخلص عليهم. وتاني يوم بيبقى تايسون قاعد بياكل في المطعم، وبيجي واحد من رجالته بيقولوا إن جيك هرب وقتل واحد منهم، فبيتعصب جدا وقتها. وفي نفس الوقت بتبقى في واحدة من العصابة الصينية متنكرة في زي عاملة في المطعم، وبيقدر سولتر إنه يكشفها ويقتلها، وبعدها بيخرج من المطعم وبيلاقي العربيه اللي كان جايه فيها البنت، فبيضرب عليها نار وبيخلص على السواق هو كمان. بس وقتها البنت بيبقى لسه فيها الروح وبتضرب رصاصه على تايسون في ايده، ساعتها بيطلع مسدسه وبيفضل يضرب عليها نار لحد ما بيتاكد انها ماتت. وبعدها تايسون بيأمر سوليتر بتحديد مكان جون ويقتله في اسرع وقت، وفعلا بيروح للكازينو بتاع جون وبيدخل غرفه المراقبه وبيخلص على كل اللي فيها، وبعدها بيحدد مكان جون باستخدام كاميرات المراقبه وبيخلص عليه هو كمان. وفي نفس الوقت بيبقى جيك قاعد مع زيك وايفيد وبيقول له ايفيد ان الناس دي كلها جوه اللعبه، المتحكم في اللعبه دي هو السيد جولد، بس السيد جولد ملوش وجود اصلا، هو عباره عن تجسيد للطمع والجشع اللي موجوده في النفس البشريه. وبعدها بيقول له زاك انهم حطوه في حرب ضد عدوه الوحيد وهي نفسه، وان الفلوس اللي هم خدوها منه هي مفتاح الزنزانه اللي هو كان عايش فيها، وبينصحوه انه يغير القواعد بتاعه الحياه علشان يقدر يتحكم في نفسه ويسيطر عليها. وبعد الكلمتين دول بيفهم جيك كل حاجه، وبيروح بعدها على البنك ياخد كل الفلوس اللي سرقها من تايسون وبيتبرع بيها لجمعيه خيريه باسم تايسون. وبعد كده بيروح لبيت تايسون وبيحاول يقتله، بس ضميره بيمنعه من قتله. ولما بيصحى من النوم بيلاقي جيك واقف قدامه فبيترعب، بس جيك بيعتذرله على كل اللي عمله وبيقول له انا اتبرعت بالفلوس اللي اخدتها منك للجمعيه الخيريه. وبعدها بيخرج من الاوضه بكل هدوء وبيركب الاسانسير، بس الاسانسير بيعطل بيه وبيبدا جيك يكلم نفسه زي المجانين وبيحاول انه ينتحر اكتر من مرة، بس بيقدر يتحكم في نفسه ويرجع هادي زي الأول. وبعدها بيشغل الأسانسير من تاني وينزل للدور الأرضي، لكن بيلاقي تايسون واقف قدامه وبيبدأ يهدده بالقتل، بس جيك بيقف قدامه بكل ثبات، وبعدها بيسيبه بيمشي وهو مبتسم. وبينهار تايسون جدا وبيعيط زي العيال الصغيرة، وده لأن جيك عامله بقلة احترام. وتاني يوم بيروح بول لتايسون وبيعرفوا إن جيك اتبرع فعلا بالفلوس بتاعتهم للجمعية الخيرية، وكمان هو اللي سرق المخدرات. فبيتعصب تايسون وبيطلب من بول انه يجيب المخدرات باي طريقه، وده لان السيد جولد هيخلص عليهم كلهم. وفعلا بيتحرك بول هو وسلوتر وبقى الرجاله بيلي وبيسالوه عن مكان اخو جيك، بس بيقول لهم انه ما يعرفش عنه حاجه. وهنا بيتعصب بول وبيبدا يعذب في بيلي علشان يعرف مكان اخوه، بس بعد شويه بيلاقيه ثابت على موقفه. وفي نفس الوقت بتروح ليلي ووكر لبيت تايسون وبيترعب اول ما بيشوفها، بس هي بتقول ان السيد جولد قرر يصبر عليه شويه، وده بسبب تبرعه السخي للجمعيه الخيريه. وبنرجع تاني لبيت بيلي وبنشوف بول وهو بيهدده بقتل بنته لو ما قالوش على مكان اخوه، بس سلوتر بيطلع المسدس بتاعه وبيبدا يقتل في بول واللي معاه كلهم، ما عدا شخص واحد بس هو اللي بيقدر يقتل سلوتر وبيخطف بنت بيلي. وبيرجع تاني لتايسون، وبعد كده بيروح جيك هو وايفيد وبيبقى معاه شنطه المخدرات للكازينو بتاع تايسون. طبعا اول ما بيدخلوا الكازينو الخبر بيوصل لتايسون وبيقعد جيك يلعب الشطرنج مع ايفيد وبيقدر ايفيد يكسبه بسهوله جدا. وبعدها بيقول له ان هو وزاك هما نفس الشخصيتين اللي هربوا من السجن من سنين وسرقوا فلوسه، وبيقول له كمان انهم مش حقيقيين وانهم مش موجودين غير في عقله بس. وفي اللحظة دي بيروح واحد من رجالة تايسون لجيك وبياخده معاه علشان يقابل تايسون، لكن لما بيوصل للدور ال20 بيلاقي تايسون خطف بنت اخوه وبيهدده بقتلها، بس جيك بيلاحظ تايسون متوتر وقلقان جدا وبيقول جيك لتايسون انه محتاج المخدرات واللي هيتقتل على ايد السيد جولد. وفي اللحظة دي بيضحك جيك وبيقول له مفيش حاجة اسمها السيد جولد، فبيتعصب وبيقول له انا هقتل بنت اخوك وبعدها هقتلك لو ما سلمتليش المخدرات بتاعتي. فبيضحك جيك للمرة التانية وبيقول له ما تقدرش تقتل شخص ميت. وبسبب الاحداث اللي حصلت دي كلها بينهار عقل تايسون وبيحط المسدس على دماغه وبينتحر. وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي، ما تنساش انك تشترك معانا عشان يوصلك كل الجديد. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.